السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاية ذهاب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا، مباراة الأهلي ومازيمبي في الكونغو. مباراة كانت مملة في أغلب يعني في أغلب أوقاتها، هي ما كانتش كلها، أغلب المباراة كانت مملة. المباراة دي على عكس آخر كام مباراة، كولر بدأ المباراة بأحسن تشكيلة ممكن يبدأ بيها في ظل الإصابات اللي موجود فيها الفريق دلوقتي يعني. فدي أحسن تشكيلة ممكن يبدأ فيها. هو كان بس أنا تعديل واحد هو اللي كنت عايزه يعمله، إن هو ما يبدأش بعمرو السولية ويبدأ بقفشة، لكن غير كده كان كل حاجة هو بادئ بيها كان صح، وده أحسن لاعب في كل مركز. خلونا نبدأ نتكلم عن المباراة ما فيهاش كلام كتير. هو مبدئيا الملعب زفت جدا، الملعب يعني ما كنتش اتخيل ان في ملعب بالسوء ده، والتصوير انا ما كنتش التصوير يعني مهما كان في مخيلتي، انا عارف ان مباراة مازيمبي بيبقى التصوير فيها صعب، بس مش الدرجات دي. احنا كنا اغلب الفرص كنا بنشوفها في الاعاده، ما كناش بنشوفها في اللايف. فيعني بجد جودة سيئة جدا جدا جدا، سواء في المباراة او الملعب او التصوير، كل حاجة كانت سيئة النهارده. واللعيبة الاهلي ما عرفتش تستغل الفرص اللي جات لها. اصل في المباريات دي انت بيبقى عندك فرصه او اتنين بالكتير، انت لو ما استغلتهمش يبقى ملهاش لازمه، يبقى خلاص انت فرصك في المباراه خلصت. وده اللي حصل، فرصتين لوسام، واحده لعبد القادر. يعني مش فاهم، في اول فرصه بتاعت وسام دي انا مش فاهم دي ازاي تضيع. يعني ازاي الكره دي تضيع؟ انت المرمى قدامك مكشوف وانت لوحدك ومفيش حد مرخم عليك. يعني حطها براسك، يعني مش محتاج اللاعب ما يجيبها. يعني مش عارف ازاي الكرة دي ضاعت بجد. انا لحد دلوقتي بحاول افهم ازاي الكرة دي ضاعت، انا مش عارف يستوعب. بعدها بقى مباراة هم مازيمبي اصلا زي طبيعي هم هيستحوذوا، هم ماسكين الكورة، احنا اغلب الوقت بندافع بس. يعني اللعيبة تحسها بتستسهل ان هم يلعبوا الكورة الطولية. احنا لعبنا كمية كور طولية وملهاش لازمة، يعني انت ما بتعرفش تنزلها. وسام ابو علي بيبقى لوحده على اتنين، فطبيعي ان هم الاتنين هياخدوا منه الكورة. فبيبقى صعب ان يعني الكور الطولية اللي احنا بنلعبها ملهاش لازمة. كنا محتاجين ان احنا يعني نحاول نحافظ على الكوره بشكل لكن احنا بنفقد الكوره بسهوله ومن غير ما حد يضغط علينا. احنا اللي بندي بتوع مازين بالكوره، نقول لهم خليكم مكانكم واحنا هنديكم الكوره. فيعني بجد يعني مش فاهم اللعيبه. يعني احنا بننزل اللعيبه غصب عنها، يعني احنا بنقول للعيبه تعالوا العبوا ماتش غصب عنهم. هو مش عايزين يلعبوا، ولا هم كانوا نفسهم يلعبوا كوره؟ يعني يعني مش فاهم بجد. بيحسسوني كل مباراه ان احنا بننزلهم مجبرين. ف يعني فعلا يعني محمد هاني يعني كام كرة عرضية يلعبها غلط وكام كرة طولية يلعبها غلط. علي معلول وكالعادة نفس اللي هنقوله كل مرة بيبقى فيها علي معلول، ان هو كفاية علي معلول. فعلا هو كل مباراة بيأكد كفاية علي معلول. محمد امام النهارده قال شويه في المباراه. انا كل الكلام ده باستثناء مصطفى شوبير، ان مصطفى شوبير هو كالعاده اللعيب الراجل، اللعيب اللي بيبقى نازل بيعمل اللي عليه وزياده. هو اللعيب اللي بيطلعك بمكسب. النهارده في اخر الشوط الاول شال كوره. فعلا حارس كبير مصطفى شوبير ده، فعلا حارس كبير. ومع رجوع الشناوي انت ما ينفعش تقعد مصطفى شوبير على الدكه بالمستوى اللي بيقدمه ده. انت ما ينفعش تقعد مصطفى شوبير على الدكه. مصطفى شوبير في التوقف الجاي ممكن تلاقيه الحارس رقم واحد في مصر في المنتخب، وده اللي المفروض يحصل. انا مع احترامي لمحمد الشناوي، بس يعني مصطفى شوبير بالمستوى اللي هو جايبه ده ما يقعدش دكه خالص. لكن ايه اللي بيقدمه رامي ربيعه ده؟ كوكا بقاله فتره يعني مقدر والله ظروف ان هو والده متوفي وكل حاجه، بس يعني مش للدرجه دي. مروان عطيه السنه اللي فاتت والده توفى وكان نزل بيقدم ماتشات كويسه في الملعب. اخد فتره لسه ما كانش مدرك، بس كان يعني مش بس مش عارف في دوامه غريبه كوكا. ومقدر برضه ظروف المباراه وان الملعب مقرف وان الدنيا شمس والكلام ده كله. بس يعني زي الاسطوانه اللي هتتقال في كل مباراه، ما حدش يجي يقول لي جهاد وسفر والكلام ده كله. انت لاعب الزمالك يوم الاثنين، عندك ثلاث واربع وخميس وجمعه، 4 ايام. يعني محتاجين اكتر من كده، ايه تريحوه يعني؟ ما ده الطبيعي. كل الفرق اللي في العالم بيريحوا كده او اقل. يعني مانشستر سيتي كان بيلاعب ريال مدريد يوم الاربع،
هيلاعب النهارده تشيلسي. فهو ده الطبيعي، ما تحسسناش ان احنا القاره ولا البلد الوحيده اللي بيحصل فيها كده، لا. احنا في ضغط الماتشات اللي بعد كده هو اللي بيبقى صعب ومتخلف، ان مفيش تنظيم للجدول ومفيش تنظيم لاي حاجه. بس مش مش عشان خاطر لعبوا لي ماتشين في الاسبوع يبقى كده اجهاد وتعب. لكن النهارده اللعيبه محسساني ان ان احنا يعني لو تعالوا نلعبوا ماتش غصب عنكم. وقفشه لما نزل الصراحه كان قادر، يعني هو الوحيد اللي تحس ان هو عايز يلعب كره على الارض. لكن بقيه اللعيبه التانيه عايزين يستسهلوا، لا العب الطوليه العب الطوليه، من غير فكر من غير اي حاجه. فعدم استغلالك للفرص ادى للنتيجه طلع 0-0، ونتيجه كويسه برده 0-0 بره ارضك في ملعب زي ملعب مازيمبي. دي نتيجه كويسه، وعندك فرصه ان احنا يوم الجمعه ان شاء الله الجايه ان احنا نحسم التاهل للنهائي باذن الله. وفكره ان العوده على ارضنا دي حاجه مدينا ميزه جباره بصراحه. وهم حتى يعني الناحيه التانيه مازيمبي ما تحسش ان هي فرقه صعبه. يعني مازيمبي في ظروف تانيه، يعني المازيمبي قوي، خلص الماتش ده 2-0. هو حق ربنا المباراة دي كانت تخلص 1-1. هما ليهم الفرصة في الشوط الأول كانت ينفع تدخل، لازم تدخل جون كرة مصطفى شوبير، تصدي أسطوري بصراحة من مصطفى. وفرصة أسامة أبو علي دي المفروض تدخل. فمن حق ربنا إن الماتش ده يخلص 1-1. وحاجة تانية تحسب لكولر برضو إن في الماتشات الأخيرة في سرعة إن هو بيعمل التبديلات. أنا فاهم إن هو طلع كوكا وطلع رضا سليم عشان خاطر الاثنين مصابين كالعاده. ان الحاجه اللي مش مفهومه اللي ما تلاقيهاش غير في الاهلي بس هي فكره الاصابات. لازم كل مباراه لازم واحد يموت منك، لازم واحد يقع كده، واحد بيقع من الفرقه. النهارده اتنين، النهارده ثلاثه اسف، اكرم ورضا وكوكا. وكان ممكن وبعديها محمود متولي لما نزل مسك رجله. طب انت يا ابني لسه راجع من اصابه ماسك رجلك ليه؟ فدي حاجات ما بتلاقيهاش غير في الاهلي بس. وبصراحه عمرو السوليه ما يستحقش ان هو يلعب 90 دقيقه. عمرو السوليه بيموت من اول 10 دقايق. هو لعب اول 10 دقايق، لكن بعد كده فين عمرو السوليه؟ فين محمود متولي من بعد ما نزل؟ فين؟ ولا كان مغطي في العمق، ما كان في المركز اللي هو كان نازل يلعب فيه، اللي هو يبقى الهاف ديفندر قدام قلوب الدفاع، ما كانش باين، ما كانش واضح. بعد كده ييجوا يطلعوا من الاهلي يقولوا ما كناش بناخد فرصه. طب ما بتجيلكوا الفرص. وبعد كده نزلنا محمد طاهر التبديله اللي ملهاش لازمه، بس برضو مش هقدر افتح بقي عشان خاطر ما فيش لعيبه تنزل. يعني مين على الدكه ممكن هينزل لك؟ خالد عبد الفتاح، انت محتاج عايز تنزل حد هجومي، كان ممكن ينزل كريم فؤاد. بس يعني مش فارقه، يعني هما اللي يعني في بيتها يعني نفس المستوى. فبصراحه يعني هي المباراه ما فيهاش كلام كتير. هو اغلب كلامك هيبقى عن اللعيبه اللي هم تحسهم ان هم مش عايزين يقدموا حاجه، وهيبقى اغلب كلامك عن تبديلات كولر. مع ان انا مش شايف ان المره دي ان كولر غلط في اي حاجه، ولا في تشكيل، ولا في اداره مباراه، ولا في اي حاجه. ممكن يكون الاعتماد الزياده عن اللزوم في الكور الطوليه هو ده اللي ممكن يبقى فيه كلام. لكن غير كده انا بصراحه شايف ان كولر ما يتلمش في حاجه بصراحه، ان هو وصل لعيبته للمرمى. لكن كالعاده سوء الفينش هو اللي خلى الماتش يبقى كده. انت كان ممكن تسهل عنك الماتش في اول 42 ثانيه، كان ممكن تسهل عنك الماتش. جدعان في المساحه في قفشه لما قفشه نزل في اخر 10 دقايق على ما اظن، كوره رايح قفشه لوحده انفراد على الطرف، مفيش غير وسام ابو علي جوه ال 18. غير كده مفيش حد وبيرسي تاو كان بعيد عنه، وعمرو السوليه كان بعيد عنه، كل لعيبه اللي في النص كانوا بعيد عنه، مفيش حد قرب لقفشه، سايبين لقفشه واحده على الطرف. طب يعني طب يعني يعني ليه وازاي؟ فكلها يعني حاجات مستفزه فعلا من اللعيبه. تحس ان اللعيبه ما بقاش عندها الحمل ان هي عايز تنزل تثبت حاجه. تحس ان هم خلاص اثبتوا ان احنا جامدين فشخ، ومش عايزين يثبتوا اي حاجه تاني، مفيش حاجه يثبتوها. انا مش عارف، ما عندهمش شغف ان هم يلعبوا وكل ده. يعني انا بجد انا مش عارف. ولسه عند رايي ان انا يعني ما بحبش اقطع الارزاق وكل حاجه، بس هم لازم يتقرصوا ودانهم. ومش شايف حل احسن من ان هم يتوقف لهم مستحقاتهم شويه. بصراحه يعني انا شايف ان هم ان هو الحل ان احنا ان الخطيب يوقف المستحقات، يعمل يخصم لهم. مش عارف، بس هم محتاجين فعلا يتقرصوا ودانهم.
اللي بيقعد على الدكه واللي بينزل ما بيقدمش حاجه. طب ايه العقاب اللي ممكن المدرب يعمله اكبر من كده، من هو يقعدك على الدكه؟ ف مش عارف انا يعني امتى الاهلي هيرجع يلعب تاني كويس ويلعب حلو. والله انا يعني مرضي بالصفر صفر، بس عايز اشوف شكل من اللعيبه اكتر، عايز اشوف اللعيبه عندها حميه اكتر على البادج، عايز اشوف اللعيبه عايزه تعمل حاجه في المباراه اكتر من كده شويه. فهي دي كلها الاسئله، لكن كنتيجه وككل حاجه تمام. مقدر زي ما قلت الشمس والحر والضغط والملعب الزباله اللي كانوا بيلعبوا فيه وكل ده يعني. فبس يعني هو ده اللي كان عندي على مباراه الاهلي ومازين. المباراه ما فيهاش كلام كتير. خلونا نشوف ايه اللي هيحصل في مباراه العوده ان شاء الله يوم الجمعه. واسف على الاطاله، وكان معاكم احمد هاني. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.